سلام الزينات، واش راكم لاباس؟ نتمنى راكم بخير وعلى خير. وفيديو اليوم يلقاكم بأتم الصحة والعافية يا رب ان شاء الله. نتمنى راكم كامل بخير وبصحة جيدة يا رب يا رب ان شاء الله. أه نتمنى تسمحوا لي على بالي باللي راني مركتها بزاف وعندي بزاف ما حطيتش لي فيديو، راني نغيب بزاف في اليوتيوب، ولا غير سمحوا لي. يعني البنات كان ظروف ما خلاتليش ما سمحتليش باش نقدر نصور هكذا دي فيديو، ولا يعني كاين تحضيرات كيما كنت درتها تاع الفلفل، كيف خدمت فلفل غبره كيما مي الله غالب. اسمحوا لي والله ما قدرت نصور. ان شاء الله منا وغادي مش راح نغيب عليكم بزاف ونطلع عليكم طله خفيفه كيما هذا لا فيديو. كيما راكم تشوفوا انا هنايا شريت كونتيتي تاع طماطم راح نديرها عوله للشتا. يعني هنا كونتيتي صغيره مش راح ندير كبيره، ما عنديش الفريغو اللي نخبي فيه، ندير فقط كونتيتي. هنايا شريت حوالي 10 كيلو، حنديرها هكذا نصيبها كي الحسنه في الشتاء، لانه على بالنا في الشتاء تولي عزيزه، تولي غاليه، وميمطو ثاني تكون مش مليحه مش بنينه، مش الذوق تاعها ما يعجبنيش كيما تاع الصيف. الوغ هنا نديرو كونتيتي هكذا نصيبوها كي الحسنه في الشتاء. ديري بها واش تحبي، طيبي بها واش تحبي. نغسلها كامل مليح. قبل هذا نقول لكم حبيباتي اللي دخلوا القناه تاعي، اللي دخل مشتركات جدد اللي عندي، نقول لكم مرحبا بكم، الدار داركم والقناه قناتكم. ان شاء الله محتوى القناه يعجبكم. واللي راح تشوف لا فيديو تاعي لاول مره نقولك حبيبتي ما تنسايش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد نحطه. مام اليوم راه الدخول المدرسي، نقول كامل التلاميذ والمعلمين دخول موفق ان شاء الله يا رب. اللهم اجعلها بدايه صلاح وتوفيق يا رب ان شاء الله. كيما راكم تشوفوا هنايا البنات نولوا الفيديو تاعنا. بعد ما غسلت الطماطم تاعي كامل، نحاول هنايا نجي نقطعها ونشوف كاش هكذا، يعني نقيها مليح مليح، ولا نحي مام هذاك العلف الوسطاني ونخليها بالقشره تاعها، مش راح نحي لها القشره، يعني نستفادوا منها كامل. مام هي هنايا راهي حلوه مش حامضه. فوالا شوفوا نحو هذا العلفة اللي تجي في الوسط، ونقطعوا الحبة على 4 ولا على 6 على حسب حجم الحبة اللي تكون عندك. فوالا هكذا نكمل كامل كونتيتي نقطعها. هنا كما راكم تشوفوني غيرت، كنت حنديرها في الكوكوطه مي ما هزتليش، درتها هنايا في يعني في برمه كبيره. الكونتيتي هذيك اللي عندي درت معاها 2 مغارف تاع ملح. ما كثرتش الملح لانه فقط هنايا درت الملح باش تطيب لي مليح وتطلق كامل هذاك الماء تاعها صوص تاعها. درت هنايا حوالي 2 ملاعق تاع الزيت، يعني فقط باش طيب ما تلصقليش من تحت، ونخليها طيب حوالي ساعه. كونتيتي كبيره خليتها طيب حوالي ساعه. ورحيتها هنا البنات ما رحيتهاش بالاشوار، عفوا ما رحيتهاش بالبلاندر بالميكسور، رحيتها بالاشوار باش يعني اللون تاعها ما يتغيرش، ما توليش الاورانج. هنا بعد ما رحيتها نزيد حوالي فوق النصف كاس تاع الزيت ونخليها حتى تغلي مليح حتى تنظف من الماء هذاك، يعني تبقى عاقده. بعد ما بردت فرغتها في هذا لي غوبلي بلاستيك باش يعني كي نحب نجبد كونتيتي صغيره نلقاها هكذا خير مستاشي اللي تعودي تجبدي فيها وتنحي وتعودي تقلبي. الو هذا يجوك الحسنه نحطوها تبرد